اكثر نهضر على ياسين بونو ومنسايس اللي هما واحد الركائز اللي في المنتخب الوطني. عندنا صراحه وليد الكراكي مدرب اللي بدل واحد العقليه في المغرب ان ما كاينش نجم، ما عندناش نجم في المغرب. في نجم هي الفرقه. الانجاز اللي حققنا في كاس العالم حيت كنا فرقه وحده كلشي كان باغي. بطبيعه الحال خصنا نعرفوا بلي كاس العالم اللي فاتت كان مدرب واحد اخر، مع كل احتراماتي ليه ما كنحاولش نقارن ما بين المدربين، ولكن المدرب بالافكار ديالو بالفلسفه الكرويه ديالو ماشي بحال ديال وليد الكراكي. كل واحد عنده تفكير، كل واحد. ولا جيتي تشوف اللاعبين اللي عندنا نقول لك المنتخب المغربي جاهز، لاعبين كيلعبوا على مستوى، عطيتي اسماء اللي تبارك الله كيلعبوا في مستوى عالي. انا شخصيا كنشوف المنتخب جاهز، ولكن خصك كما قلت اننا نلعبوا بحال كنا بحال الانجاز اللي درنا في كاس العالم التواضع ما خصناش نساوها ونعطيو جهدنا. نظرنا الى كاس افريقيا، اسئله متخصصه في المنتخب المغربي افريقيا. فبدانا بسؤال عن خط دفاع المنتخب المغربي. هناك اسماء كبيره، انت حكيمي ومزراوي. هل تعتقد انه هذه الاسماء وهذه الخبرات هي ابرز نقاط قوه المنتخب المغربي في البطوله المقبله في كاس افريقيا؟ كما قلتي اللعابه اللي في المستوى درتي على حكيمي، درتي على مزراوي، انا اكثر نهضر على ياسين بونو ومنسايس اللي هما واحد الركائز اللي في المنتخب الوطني. عندنا صراحه وليد الكراكي مدرب اللي بدل واحد العقليه في المغرب ان ما كاينش نجم، ما عندناش نجم في المغرب. في نجم هي الفرقه. الانجاز اللي حققنا في كاس العالم حيت كنا فرقه وحده كلشي كان باغي يتقاتل على الدرابو ديال البلد ديالو، على المغرب، على الشعب المغربي، على هذا علينا حنايا. ولكن الاولويه كانت للشعب المغربي. وكنظن ان كاينين اسماء كبيره في المغرب، ولكن مشينا بالتفكير ان عندنا حكيمي، عندنا مزراوي، عندنا زياش، عندنا بوفال، عندنا ما نعملوا والو. الفرقه هي اللي كتذبح. بناء على ذلك تعتقد ان المنتخب قادر او سيظهر بشكل مختلف في افريقيا المقبله؟ هذا هو الهدف كما قلت لك. المنتخب المغربي اليوم الناس في افريقيا كيشوفوا نصف نهائي ديال كاس العالم. دونك اي فريق كيلعب ضدنا كيبغي يربحنا. لعبنا ضد المنتخب البرازيلي في المباراه الوديه وكنت كنضحك انا وباكيتا. فكتحس بهم انهم باغيين يربحونا. المنتخب البرازيلي منتخب كبير، وكنظن ان المغرب اليوم ولا كيتصدر بألف حساب. يعني غنمشيو بالثقه ديالنا، ولكن خصنا نخليو عندنا داك التواضع هو اللي يعطينا واحد شحنه اضافيه اننا نقدموا مستوى اللي ان شاء الله كنتمنى يكون احسن من كاس العالم. وبناء عليه انت شاركت في اخر نسخه من افريقيا في الكاميرون. يتوقع ان نشاهد منتخب مغربي مختلف في النسخه المقبله بالنظر الى الانجاز الذي تحقق في كاس العالم، الوصول الى نصف نهائي كاس العالم. بطبيعه الحال خصنا نعرفوا بلي كاس العالم اللي فاتت كان مدرب واحد اخر، مع كل احتراماتي ليه ما كنحاولش نقارن ما بين المدربين، ولكن المدرب بالافكار ديالو بالفلسفه الكرويه ديالو ماشي بحال ديال وليد الكراكي. كل واحد عنده تفكير، كل واحد عنده واحد نهج تكتيكي اللي كيفكر يلعب به. كنظن مع وليد المنتخب المغربي اليوم احسن من اللي كان، والدليل هو على هذا الانجاز اللي حققنا في كاس العالم. الكاس الافريقي اللي لعبنا قبل ربع النهائي تقسيم ضد منتخب مصر، المنتخب اللي كبير تو في القاره الافريقيه. كلاعب كيبقى في الحال، يعني كتبغي تمشي في ابعد نقطه. ولما اللاعبين اللي عندنا في المغرب اليوم بالموهبه الكرويه اللي عندنا في المغرب كنظن ان المنتخب المغربي يستحق اكثر. يعني بناء على ما تحقق في كاس العالم ووجود مدرب وطني ربما يفهم عقليه اللاعبين ويستطيع صبرهم كبوتقه واحده، هل تعتقد ان المنتخب الان المغربي جاهز للفوز افريقيا؟ انا من النوع اللي ما كيعجبنيش نهضر قبل الكومبيتيشن ولا قبل المباريات. ولا جيتي تشوف اللاعبين اللي عندنا نقول لك المنتخب المغربي جاهز. لاعبين كيلعبوا على مستوى، عطيتي اسماء اللي تبارك الله كيلعبوا في مستوى عالي. انا شخصيا كنشوف المنتخب جاهز، ولكن خصك كما قلت لك اننا نلعبوا بحال كنا بحال الانجاز اللي درنا في كاس العالم التواضع. ما خصناش نساوها ونعطيو جهدنا، والكمال لله سبحانه وتعالى. احنا نعطيو جهدنا. بعد الوصول الى نصف نهائي كاس العالم الاوروبي هناك من يسال ما الفرق بين اللعب ضد المنتخبات الاوروبيه والمنتخبات الافريقيه؟ صعيب تقارن حيت اللي خص الناس يعرفوا بلي في كاس افريقيا وفي المباريات الافريقيه الاجواء البلد اللي كتنافس كره القدم، الناس كيبغيو المنتخب، كره القدم عامه كيتفرجوا في الدوريات كاملين. كنظن ان الا جيتي تشوف خزينه ديال المنتخب الوطني عندنا لقب واحد. فانا اللي كنشوف اليوم بجلاله الملك محمد السادس نصر الله
بدل الكرة المغربية، جاب واحد التفكير من الكرة المغربية والإنجاز اللي حققنا في كأس العالم. فهذا الشيء راه كيرجع ليه هواية، بناء أكاديميات، بناء ملاعب. كرة القدم ولات واحد الحاجة اللي عندنا كبيرة في المغرب. كنظن أنها أقل حاجة نقدروا نرجعوا لبلادنا، نقدروا نرجعوا لسيدنا اللي دار واحد الحاجة كبيرة في المغرب، هو أننا نديروا هذه اللقب. الآن أسئلة خفيفة سريعة في منتخب غانا في أي تورنمنت كتلعبها، الحمد لله لعبت تشامبيونز ليغ، لعبت كونفرنس ليغ، أوروبا ليغ، كنلعب اليوم في بريمير ليغ، لعبت الدوري الفرنسي. فأنا بطبيعتي أول ماتش ليا في أي تورنمنت جديدة كنعقل عليها، كيبقى عندي في الذاكرة مباراة ديال غانا اللي انتصرنا بواحد هذا الشيء في الوفال، المباراة اللي بقات لي كتبقى عندي في وبناء على ما هي أجمل ذكرى بالنسبة التأهل لربع النهائي. حيت اليوم أنا لعبت كأس أفريقيا وحدة، لعبت كأس أفريقيا المحليين اللي توجت بها مع المغرب الشام. حتى هو كيبقى واحد الكومبيتيشن اللي زوينة، وربحنا اللقب وكانت في بلاد المغرب قدام الجماهير ديالنا. يمكن نختار لقب الشام حتى هو، ولكن اللقب مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا غتكون شي حاجة كبيرة بزاف. سعيد بحال الأخ ديالي اللاعب اللي من جيت لويست هام انايا، لاعب اللي لقيتو هو كان هنايا عاوني بزاف في التأقلم. مارح الناس يمكن ما عرفوش عليه انه مارح بزاف، لاعب اللي تقدر تعول عليه وتهضر معاه برا التيران في التيران. والفخر لنا اننا ملي كنشوفوا الجمهور العربي والجمهور الافريقي عامه كيتبع الويست هام علينا انا وسعيد، هذا فخر، وكنتمنى والله نكون على حسن الظن.